السلام عليكم احلى متتبعي قناه طبخ كويزين دو صوفيا. مرحبا بكم في فيديو جديد وبوصفه جديده، وكنتمنى نلقاكم الفيديو ديال اليوم في احسن الاحوال وتكونوا كلكم بصحه جيده ان شاء الله. وصفه اليوم غتكون عباره عن حلوه القرعه اللي دارت ضجه على اليوتيوب. صراحه جربتها بطريقتي والنتيجه ديالها صدماتني، جات رائعه جدا، جات لذيذه، جا الشكل ديالها بحال واحد البيموره كيتباع الثمن ديالو غالي بزاف. كنتمنى انكم تجربوها، راها اقتصاديه. ندوزو المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو جوج ديال البيضات متوسطين يكونوا في درجه حراره الغرفه باش يطلعوا لنا بالزربه. غادي نزيد عليهم 7 ديال المعالق كبار ديال السكر سنيد. ملي طلع لي الخليط غادي نضيف ليه 7 ديال المعالق ديال الزيت النباتيه، يعني العبار غادي نعبروا بنفس المعالقه، معلقه ديال الطعام. انا في هذه المقادير استعملت المقادير ديال الكيكه ديال 7 المعالق، كتجي خفيفه وكتجي زوينه بزاف. وغادي نرجعهم يطربوا حتى يتقال ليا ويتخلط مزيان. غادي نزيد 7 ديال المعالق كبار ديال الحليب يكون بارد. وغادي نرجعهم للمولينكس باش يطربوا ليا مزيان حتى ينسجم ليا الخليط كامل، وعاد ندوزو باش نضيفوا باقي المكونات. بعد ما تخلطوا ليا المكونات كاملين كيف ما كتشوفوا القوام ديال الخليط راه ولا ثقيل، غادي نبدا نضيف الدقيق والكاكاو. غادي ناخذ صفايه وغادي نغربل فيها 7 المعالق كبار عامرين مزيان ديال الدقيق، وزدت عليهم معلقه كبيره عامره مزيان ديال الكاكاو المر يكون نوعيه جيده، ومعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه. غادي نغربل كلشي باش نتاكد بلي ما بقاوش عندي كويرات باش ما يبقاوش ليا في الخليط. الا بغيتوا الكيكه ديالكم تجيكم بيضه بلا شكلاط يمكن لكم تستغناو على الكاكاو. غادي نبدا نطرب حتى ندخل المكونات كاملين ونتحصل على خليط منسجم ما فيهش كويرات. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام ديال الكيك. غادي نضيف ليه نص معلقه صغيره ديال الخل. الخل راه كيعاون الكيك باش كيجي خفيف وكيجي مهوي وهشيش. غادي نخلط كلشي مزيان وغادي ندوزو باش نشوفوا الطريقه كيفاش غادي نخدموا الحلوه. كتشوفوا خديت قرعه وتقبت ليها الغلاقه ديالها، يعني بسلاك حميتو وتقبت الراس ديالها غير تقبه ما تكونش كبيره بزاف. وغادي ناخذ الدواز وغادي نعمر القرعه بالخليط ديال الكيك وما نعمروهاش بزاف باش نقدروا نتحكموا فيها. بالنسبه للطياب ديالهم فغادي طيبوهم في مقله تكون ما كتلصقش، يعني كطيبوا فيها البغرير ولا لي كريب ولا لي بانكيك، والعافيه تكون مهيله بزاف، يعني تنقصوا العافيه لاقصى درجه. غادي نبدا ندير دوائر كيف ما كتشوفوا. نتوما اللي كتحكموا في الحجم ديالهم، بغيتوهم كبار ولا صغار، يمكن لكم ديروهم دائريين ولا يمكن لكم ديروهم حتى مستطيلين، يعني على حسب الرغبه ديالكم. انا بديت كنطيب الكميه الاولى باش ما يجيكمش الفيديو طويل.
كيف ما كتشوفوا كنخليهم غير كيبداو ينشفوا، ما نطولوش ليهم الطياب باش يبقاو لينا رطبين. غادي نقلبهم باش يطيبوا من الوجه الثاني، وما نخليوهمش حتى يتحرقوا. كيف ما كتشوفوا بعد ما كملت الطياب ديالهم كاملين، هذا هو الشكل ديالهم كيجي بحال لي بانكيك تقريبا. غادي نبدا نقاد وحده على وحده باش نقدر نلصقهم من الداخل. وبالنسبه للحشوه اللي غادي نديرو لداخل، يمكن لكم تستعملوا اي حاجه عندكم في الدار متوفره، شوكولات ديال الدهن نيوتيلا ولا اي نوع عندكم، ولا يمكن لكم ديروا غاناش ديال الشكلاط كحل ولا الشوكولات الابيض. تذوبوهم في حمام مريم مع شويه ديال الحليب وشويه ديال الزيت، تخليوهم حتى يبردوا شويه ويعقادوا، وتقدروا تعمروا بهم هاد لي بانكيك ديالكم من الداخل. ولا يمكن لكم تستعملوا حتى الكريم باتيسير كيجي فيهم رائع بزاف. غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي، غادي نلصقهم كاملين وندوزو باش نشوفوا التتمه. للتزيين انا خديت الشكلاط كحل ذوبته مع شويه ديال الزيت النباتيه في حمام مريم، يمكن لكم تعوضوه بالشوكولات الابيض. غادي نحاول نغطي الحبات ديالي كاملين بالشكلاط، يعني ما نخلي حتى شي جهه باينه، وغادي نوضعهم ينشفوا فوق ورق الطبخ. راه كيجي الشكل ديالو بحال واحد البيمو، راه كيتباع الثمن ديالو غالي بزاف في الاسواق التجاريه الكبرى. والصراحه هذه راها اقتصاديه والنتيجه راها كتجي بحال بحال. غير جربوها والله ما غادي تندموا. انا الصراحه جربتها واول مره والله الا نجحت معايا وعجبت جميع الافراد ديال العائله ديالي، يعني عن تجربه. يعني كنهضر لكم على شي حاجه اللي مجربه 100%، ماشي زعما كنكذب عليكم. غير جربوها والله ما غادي تندموا. غادي نكمل الحبات كاملين اللي عندي، غادي نخليهم ينشفوا وعاد نكمل ليهم التزيين. كيجي راقي بزاف وكتجي لذيذه وراها اقتصاديه، المكونات ديالها كاينين في الدار، يعني نمتعوا بها الوليدات ديالنا وافراد العائله ديالنا. يقدروا الوليدات يديوها معاهم يعني الكوتي المدرسه، احسن من هذوك البيموات اللي كناخذوا ليهم من الحوانت على برا. ولا يمكن لينا نوجدوها للضيوف ديالنا مع كاس ديال القهوه ولا كاس ديال الاتاي. الصراحه غير جربوها ما غاديش تندموا. انا جربتها اول مره وعجباتني وبغيت نشاركها معاكم، وكنتمنى حتى نتوما تجربوها وتنجحوا فيها ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالها بعد ما زينتها وخليتها نشفات وبردات على خاطرها. الصراحه راها كتجي زوينه بزاف، غير جربوها والله ما غادي تندموا. وإلا كنتوا اول مره كتشاهدوا الفيديو، الصراحه كنتمنى انكم دعموني بلايك واشتراك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. شكرا لكم على حسن المتابعه والى اللقاء.